ومن كتر الخوف اللي انا ببقى فيه اوقات كتير ما بعرفش امسك قلم. بيجي لي طلاب كتير جدا يقولوا لي الجمله دي ومهمه قوي واتكررت عندي اكتر من مره: يا دكتور انا ببقى كويسه جدا وبذاكر وبعمل اللي عليا ونشيط ومجتهد وكل حاجه، بس اول ما اسمع كلمه امتحان وركزوا فيها بيجي لي توتر وبيجي لي خوف وبيجي لي قلق، ومن كتر الخوف اللي انا ببقى فيه اوقات كتير ما بعرفش امسك قلم. في ناس من كتر خوفها من الامتحان بتأجل سنة وتأجل 2 وتوصل ل3 سنين. انا جالي الحالة دي كان 3 سنين وكان ولد، اشتغلت معاه في اخر سنة ودخل تجارة انجليش تقريبا. وفي بنت تانية كانت برضو مأجلة 2 أو 3 برضو بسبب الخوف ده، خوف رهيب هستيري، مش عارفة خالص تخش الامتحان وشاطرة جدا وممتازة، وفي الآخر دخلت هندسة الحمد لله والشكر لله. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله نشتغل على جزئيتين. الجزء الأول إن احنا نبدأ نشيل كل المشاعر، الخوف والقلق والتوتر، أنا بسميها الخوف وأبنائه. هتتحول بجد، البني آدم اللي بتشير منه مشاعر الخوف بيتحول إلى أمان تام. أول حاجة خالص لازم تبقى عارف الخوف جاي لك منين. الخوف بيجي عن طريقين: لو أنت صغير ولسه ما دخلتش مرحلة مراهقة ومرحلة ثانوي، اعرف ان انت عندك ارتباط شرطي بمشاعر الخوف من الام. في امهات كتير جدا هي كان نفسها تجيب مجموع كبير، ما عملتش او ما حققتش الهدف ده، فبدأت تحول الهدف ده لولادها، هي عايزة ابنها يحقق الهدف ده، فمن كتر الام ما هي كده نقلته لاولادها. فنصيحه مني النهارده: فك الارتباط الشرطي ده بينك وبين مامتك تماما، يا اللي بتسمعيني يا اللي في ثانويه عامه. فكوا ازاي؟ فاكرين لما قلت لكم ان في سيشن جلسه استرخاء معموله بس للخوف؟ خشي اعمليه، ما تستنيش، ما ينفعش تستني، لازم تشيلي الارتباط ده.